السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سونيك. عاملين يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو الجديد ده اللي موجود على قناتنا النهارده هنتكلم عن أداة بالذكاء الاصطناعي قوية جدا هتغير طريقة تعاملكم مع ملفات PDF وملفات الباوربوينت. ده غير كمان من الأداة دي بقدر إن أنا عن طريقها إن أنا أعمل صور بالذكاء الاصطناعي بجودة ممتازة جدا. الأداة دي اسمها بوب AI وهنتكلم عنها بالتفاصيل في الفيديو ده. هنشرح ازاي نستخدمها وإيه هي المميزات اللي بتقدمها وازاي تقدروا تستفادوا منها في شغلكم أو في دراستكم. أول حاجة هنتكلم عنها هي إن الأداة دي متاحة كويب سايت او كموقع الكتروني، يعني اي حد يقدر يوصل لها بكل سهوله. كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تدخلوا على موقع رسمي للاداه، وهسيب لكم رابط الموقع موجود تحت في وصف الفيديو. كمان الاداه دي متاحه كابلكيشن للايفون والاندرويد، فلو عندك ايفون او عندك موبايل اندرويد تقدروا تحملوا التطبيق من على الستور وتستخدموه مباشره. علشان اكون صريح معاكم، الاداه دي مش مجانيه بنسبه 100%، والاداه دي بتقدم خطتين: الخطة المجانية والخطة المدفوعة. الخطة المجانية بتديك بعض الميزة الأساسية، لكن الخطة المدفوعة طبعا بتديك كل المميزات المتقدمة، وهنشرح كل ميزة بالتفصيل حالا. دلوقتي هوريكم ازاي تقدروا تستخدموا الأداة دي. أول حاجة هتعملوها هي انكم تروحوا للموقع الرسمي لبوب AI، وزي ما قلت لكم هتلاقيني سايب لكم رابط الموقع موجود تحت في وصف الفيديو. لما تفتحوا الموقع هتلاقوا الواجهة الرئيسية للموقع بالشكل ده، وهتلاقي ان الموقع عارض لك جميع المميزات اللي بيقدمها لك على الشاشة قدامك. والجميل جدا في الموقع ده ان هو مجمع لك مجموعه من ادوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد بس، وتقدروا من خلاله توصلوا لكل الادوات دي وتعملوا حاجات عظيمه جدا، وهنتعرف على كل اداه بعد شويه. اول ميزه هنتكلم عنها هي التعامل مع ملفات PDF. تقدروا ترفعوا من هنا اي ملف PDF عندكم، والأداة هتتعرف على الملف ده وتبدأ تتناقش معاك فيه، وتقدر تسأله على أي سؤال وهيجاوب عليكم بخصوص ملف PDF ده. وفي طريقتين لرفع الملف اللي انت عايز تلخصه. اول طريقه وهي انك تقدر ترفع الملف من خلال الرابط من from URL من هنا، وهو انك تعمل نسخ لاي رابط ملف وتعمل هنا لصق في الخانه دي للرابط اللي انت اخدته كوبي، وتضغط هنا والموقع هيبدا يلخص لك وهيبدا يناقشك فيه. واما الطريقه الثانيه وهي انك تقدر ترفع ملف PDF من عندك من الجهاز، ولو عندكم ملف الامتحان او بحث تقدروا ترفعوه على الاداه دي من هنا من خلال الابلود فايلز وتسالوه على اي سؤال متعلق بالمعلومات اللي فيه. تعالوا بقى نشوف الكلام ده عملي. على سبيل المثال انا مثلا هرفع ملف PDF ده من هنا، وده عباره عن ملف PDF لبحث بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وهيبدا ملف يترفع معاك في خلال ثواني. واول ما يترفع على الموقع هيبدا مباشره يلخص لك PDF على طول بالمنظر ده اللي انت شايفه قدامك. والشاشه هتلاقيها منقسمه لنصفين، النص اللي موجود على الشمال هو ده PDF اللي انت رفعته على الموقع، واما النص التاني اللي موجود على اليمين وهي دي المنطقه اللي لخص فيها PDF اللي انا رفعته، وهي دي برضو المنطقه اللي بقدر اتكلم واسال اسئله والذكاء الاصطناعي يرد عليا فيها بخصوص المعلومات اللي داخل ملف PDF. وفعلا الموقع قدر يلخص PDF الطويل ده بطريقه ممتازه جدا بالانجليزي. ولو انا عايز اترجم الكلام ده باللغه العربيه اقدر اكتب تحت هنا قم بترجمه هذا التلخيص الى اللغه العربيه، وبعدين هتضغط هنا او هتضغط على انتر من عندك من الكيبورد وهيترجمه لك باللغه العربيه في خلال ثواني، والترجمه بتاعته دقيقه بنسبه كبيره. واقدر حاليا اسال اي سؤال انا عايزه بخصوص PDF والموقع هيجاوب عليا بكل سهوله. وهكتب هنا مثلا هل الذكاء الاصطناعي يهدد البشريه، وهضغط بعدين على انتر، وفعلا الموقع جاوب على السؤال ده بسهوله. لو انت خدت بالك هتلاقي ان في كلمه بيج اللي هي بمعنى صفحه مكتوبه تحت هنا، وجنبيها في ارقام، والارقام دي هي عباره عن الارقام الصفحات اللي استدل بيها الموقع من البحث اللي انت رفعته. يعني احنا لو ضغطنا هنا على اي رقم هيجيب لك الصفحه اللي اخد منها الماده العلميه اللي استدل بيها، وهيعلم لك على الاستدلال اللي اخد منه باللون الازرق بالمنظر اللي انت شايفه ده. واقدر من هنا ان انا اخد كوبي لاي نص انا عايزه. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. لو انا طلعت فوق شويه هنا عند تلخيص PDF اللي انا لخصته باللغه العربيه، وضغطت هنا على كلمه adjust، وبعدين ضغطت هنا على turn on related images، هيبدا الموقع يعمل لي تلخيص جديد ولكن باستخدام الشات GPT 4. وطبعا النتيجه هتطلع ادق بكتير جدا. ده حتى رسم لي رسم بياني عن توزيع الدراسات حسب التقنيات، يعني بجد حاجه عظمه جدا. يعني من الاخر تقدر تسال من هنا اي سؤال انت عايزه بخصوص PDF اللي انت رفعته والموقع هيجاوب لك عليه بكل سهوله. وبتقدر من فوق هنا تعمل مشاركه للشات اللي بينك وبين الذكاء الاصطناعي، وتقدر من هنا تعمل كوبي تكست اللي هو بمعنى نسخ النص، او تقدر من هنا تعمل كوبي لينك اللي هو نسخ الرابط، وتقدر تنسخ الرابط ده وتقدر تبعته او تشاركه مع اي حد انت عايزه. والشيء الجميل جدا لو انا دخلت هنا على الصفحه دي وبعدين ضغطت هنا على ستاندرد هلاقي قدامي الموديلز بتاعه الشات GPT اللي انا اقدر استخدمها، ومنها الشات GPT 4 والشات GPT 4o. ولكن لو انت خدت بالك هتلاقي ان مكتوب جنبيهم برو، بمعنى لو انت عايز تستخدمهم لازم يكون معاك النسخه الاحترافيه اللي هي
المدفوعه يعني. ولكن عشان تبقى عارف الموقع بيسمح لك انك انت تقدر تستخدم الشات جي بي تي 4 في اليوم مرتين بشكل مجاني. واما الستاندرد اللي هي النسخه العاديه اللي هي تقريبا بتبقى الشات جي بي تي 3.5 تقدر تستخدمها 10 مرات يوميا بشكل مجاني. وبما ان انا بقدر استخدم الشات جي بي تي 4 فكده معناه ان انا اقدر ان انا ارفع من هنا اي صوره. على سبيل المثال مثلا هختار الصوره دي وهكتب هنا قم بتحليل هذه الصوره وبعدين هضغط هنا على انتر، وفي خلال اقل من ثانيه عمل لي تحليل للصوره بطريقه رائعه جدا زي ما انت شايف. في برضه ميزه جميله جدا في موقع بوب اي اي، وهو ان انا اقدر اعمل برزنتيشن كامل بالذكاء الاصطناعي، وبقدر كمان ان انا اعدل عليه زي ما انا عايز. وعلشان اقدر استخدم الميزه دي هضغط من فوق هنا على اي اي برزنتيشن، وهتفتح قدامي الصفحه الجديده بالمنظر ده، وهتلاقي قدامنا في كذا تمبلت او قوالب الجاهزه للبرزنتيشن. على سبيل المثال انا هختار التمبلت او القالب ده، ومن هنا هتدخل بعض المعلومات الخاصه بالبرزنتيشن زي مثلا عدد الصفح البرزنتيشن وهكذا، واكتب هنا انت عايز البرزنتيشن بتاعك يتكلم عن ايه. انا مثلا على سبيل المثال هقول له قم بانشاء برزنتيشن لمشروع التخرج عن الذكاء الاصطناعي، وبعدين هتضغط هنا علشان يكون بتوليد البرزنتيشن بتاعك بالذكاء الاصطناعي. وفي خلال كام ثانيه كتب لي الفكره بتاعه البرزنتيشن. وقبل ما تضغط هنا على كرييت برزنتيشن علشان تحول فكره البرزنتيشن الى برزنتيشن احترافي، تقدر تعدل على اي حاجه انت عايزها بالمنظر ده، وبتقدر من فوق هنا تغير السيم او شكل البرزنتيشن بتاعك، وهتلاقي عندك فيه اشكال كتيره جدا تقدر تنقي منهم زي ما انت عايز، ولكن انا هخليني على نفس السيم ده. واخيرا هتضغط هنا على كرييت برزنتيشن علشان يبدا في توليد البرزنتيشن بتاعك بشكل احترافي، وفي خلال كام ثانيه البرزنتيشن بتاعك هيكون جاهز. زي ما انت شايف عمل لي حرفيا برزنتيشن احترافي جدا، واضاف لي صور بطريقه مميزه جدا، وحرفيا هيوفر عليك وقت كبير جدا. وطبعا تقدر تعدل على اي حاجه في البرزنتيشن بتاعك. ولو عايز تحمل البرزنتيشن عندك على الجهاز هتضغط فوق هنا على شير، وبعدين هتضغط هنا على داونلود، وهتقدر تحمل البرزنتيشن بتاعك بصيغه الباوربوينت من هنا. ولو انت خدت بالك عشان تحمل البرزنتيشن بتاعك بصيغه الباوربوينت لازم يكون مشترك في النسخه البرو اللي هي النسخه الاحترافيه يعني. من اكتر الحاجات اللي انا متحمس ليها وهي انشاء او توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. وايوه الموقع بتقدر تنشئ من خلاله صور بالذكاء الاصطناعي. وعلشان نقدر نستخدم الميزه دي هنضغط فوق هنا على اللوجو بتاع بوب اي اي، وبعدين هنضغط هنا على ايمج، وهتلاقي هنا جميع الميز اللي بيقدمها لك الموقع بخصوص انشاء الصور. ومنها هتلاقي مثلا موقع ديل 3 تبع شركه اوبن اي اي، وهو موقع مشهور جدا بخصوص انشاء وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي ده. حتى انت هتلاقي موجود عندك الميد جيرني تقدر برضو تنشئ عن طريقه صور بالذكاء الاصطناعي. خلينا مثلا كده نستخدم الديل 3، هنضغط عليه وبعدين هنا هنقدر نكتب اي برومت احنا عايزينه. على سبيل المثال انا هكتب هنا قم بانشاء شخصيه كرتونيه باسلوب استوديو بيكسر، وبعدين هتضغط هنا علشان يبدا في توليد الصوره. وزي ما انت شايف انا مش هتكلم، انت شايف الصوره الجوده بتاعتها عامله ازاي. ولو عايز تحمل الصوره هتضغط هنا والصوره هتنزل معاك. وعايز اقولك ان موقع بوب اي اي مليان ميز كتيره جدا واللي صعب ان انا اشرحها كلها في فيديو واحد، وبنصحك انك تخش على الموقع وتجرب براحتك جميع الميز واللي انا متاكد هتستفاد منها. لو انت عجبك الموقع وحابب انك انت تشترك في الخطه المدفوعه هتضغط هنا على ابجريد تو برو، وهتلاقي عندك في خطه البرو وفي خطه الانليميتد، وهتلاقي تحت كل خطه الميز اللي بتقدمها لك كل خطه. ولكن انا بنصحك في الاول انك تبدا بخطه البرو، ولو عايز تشترك في الخطه دي هتضغط هنا على سبسكرايب، وهنا هتكتب المعلومات الخاصه بالكريدت كارد بتاعتك، وهتقدر برضو تدفع عن طريق باي بال لو انت حابب. بس اهم حاجه اضغط هنا واكتب كود الخصم ده باسم سايبر بالانجليزي بحروف الكابيتال، واضغط بعدين هنا على ابلاي، وهيعمل لك على طول خصم بنسبه 20%، وده هيبقى سعر الخطه بعد الخصم. وهتلاقيني برضو سايب لك كود الخصم ده موجود تحت في وصف الفيديو، وتقدر تاخده كوبي وتضيفه عندك على طول. فلو عايزين تستفادوا من كل المميزات المتقدمه انصحكم تشتركوا في النسخه المدفوعه. بس كده ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. وريت طبعا لو عجبكم متنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الاشعارات لو تكرمتوا طبعا عشان يوصلكم فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. وخلاص قربنا على 50,000 مشترك، فعشان كده متنساش انك تعمل سبسكرايب، وطبعا متنساش ان تستخدم الكود بتاعي اللي هتلاقيني سايبهولك تحت في وصف الفيديو اللي بنسبه خصم 20%. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.